هو درة وكلؤلؤ مرجاني، هو زاد أمتنا وخير زماني. نرجو توضيح حكم خلع المرأة لباسها في العرس وهي بين النساء، وكذلك في أي مكان آخر غير بيت زوجها. نرجو توضيح حكم خلع المرأة لباسها في العرس وهي بين النساء، وكذلك في أي مكان غير بيت زوجها. ورد حديث أيما امرأة خلعت ثوبها في غير بيت زوجها يعني ملعونة أو ما شابه ذلك، والحديث حسنه الشيخ ناصر. لكن المراد بالحديث مختلف، هل المراد الخلع مجرد عموم الخلع، ولا المراد الخلع أنها تخلع الثوب لأجل أن تتكشف لغير زوجها؟ فوالله أعلم أن المراد، والله أعلم أن المرأة في غير بيت زوجها إذا كانت في بيت محرم أو في بيت مستور وخلعت لحاجة للبس ثوب آخر أو لتغيير ثوب يعني توسخ أو كذا، لكن تغيير الثياب في الأعراس لأجل المباخرة والكذا، فحتى لو جاز لها أن تخلع الثوب فلا ينبغي لها أن تكثر من الزينة وأن تلبس في الليلة الواحدة أو في العرس الواحد أكثر من ثوب. فهذا والله أعلم يدخل في المفاخرة وفي الخيلاء المنهي عنها، وأيضا يدخل في إيغار النفوس. فبعض النساء قد لا تجد ثوبا، وبعض النساء لا تلبس صراحة للزينة لأجل أنها تزين نفسها بقدر ما تلبس لأنها تريد أن تغير يعني ضرائرها من النساء أو مثيلاتها من النساء. فإذا وجدت هذه النية فلا ينبغي. لكن إذا والله أرادت أن تتزين وإذا تغير هذا ثوبها وأصبح يعني متلف فلا حرج عليها أنها تغيره، لكن في مكان تأمن فيه على نفسها. هو ذلك العلامة الرباني.